السلام عليكم اخواني، تحية طيبة. اليوم موضوعنا على لبنان، خلينا نسمع. تعبر عن موقفها السيادي. هي حرة الحكومة فجأة تلقى القنابل المسيلة للدموع. طيب لماذا؟ ستموتون رعبا، سيدمر اقتصادكم. طبعا مثل ما سمعنا الشيخ نعيم قاسم ايش قال هسه، وهسه راح نتطرق للوضع اللي صار والمشكلة اللي صارت في لبنان على طريق المطار. والسبب كان كلنا نعرف انه الطائرة كانت جاية من ايران وما سمحوا لها ان تنزل بالمطار. لكن هنالك يا اخوان لازم واحد يعرف الحقيقة، كانت اكو تهديدات انه هاي الطائرة او المطار ينضرب اذا نزلت هاي الطائرة. فالحكومة رأسا اتخذت قرار منعتها من الهبوط، وهذا قرار سليم. ومن حق حزب الله وأنصاره اللي هم إخواننا الشيعة بالجنوب يطلعون يعترضون، لكن بطرق سلمية، لأنه أنتوا أصلا أنتوا بالدولة. يعني لو ألعب لو أخرب الملعب ما تصير هاي المعادلة. لبنان واحد، وأنتوا بالبرلمان عندكم ممثلين سياسيين، أخذتوا موافقة على التظاهر بطرق سلمية. الشيخ نعيم هنا يقول إنه إحنا ليش المظاهرة يضربوها بالمسيل للدموع. هذا كل الدول تعرف إنه في التظاهرات اللي تميل إلى العنف أكو قوات تتدخل وتفض هذا الاعتصام أو هاي المظاهرة. زين، قوات اليونيفيل اللي هي قوات الأمم المتحدة اللي صار لها سنين، يعني مثل ما يسموهم الطاقية الزرقاء اللي لبسوها، يعني البيارية مثل ما نقول بالعسكرية، صار لهم سنين بلبنان ومحافظين، وكلهم يعني جنسياتهم يعني من آسيا من أفريقيا، يعني دول بعيدة عن إسرائيل أو عن أمريكا، مثل ما أنتوا عدوكم الوحيد هم هاي الدول. فليش تتعرض لهم بالضرب؟ شفنا الفيديوهات، انضربوا الموظفين وانضربوا الحماية مالتهم وانضربوا بعض الجنود الجيش اللبناني. فهذا أي اعتصام أو مظاهرة سلمية تحجون عليها. اطلع اعترض أخي، أنت إلك دور، أنت جزء من لبنان. يعني نشوف هسه احنا بالصورة، إذا أنت جزء من لبنان تجين النفايات تذهب نص بيروت او على طريق المطار، مو هذا بلدك، يعني انت هذا بيتك، انت تجي تذب النفايات بوسط البلد مالك. ليش؟ يعني انا مو الطيارة ما نزلت؟ اكو عدة طرق، وهذا نشوف شلون هسه بهذا المشهد بيتعرضون للضرب وحرق تايرات وقطعة الطريق. يعني هذا كان كله ما له داعي، بالعكس هذا يصب بمصلحة ايران اللي هي تريد زيادة نفوذها مرت اللخ، تسوي هجمة مرتدة وترجع مثل ما يقولون، وتعرض السلم الأهلي في لبنان للمشاكل. يعني أنتوا الآن خرجتوا من حرب ويا إسرائيل ومفاوضات كانت عسيرة وانتخبتوا رئيس وانتهى الموضوع. بعد ليش ترجعون بهذا الطريق؟ وسمعنا بعض الأخوان يرددون يعني بالفيديوهات شيعة شيعة شيعة. يا أخوان في الطائفية كل تكون بلد واحد اللي هو لبنان، وماكو فرق. انت ليش تجي تغذي هذا الشيء الطائفي اللي هو ضد البلد مالك؟ عيشوا بسلام، اكو رئاسة تم انتخابها وانتم موافقين، امشوا بهاي العجلة. لبنان اولا اترك موضوع ايران، انتهى موضوعها، لن يعد هنالك محور مقاومة. يعني موضوع المقاومة شيء يخص جهة معينة، لكن باقي الشعب اللي هو الشعب اللبناني هو يقرر، والحكومة والبرلمان اللبناني قرار الدولة مثل ما نقول. فانتهى هذا الموضوع اخوان. اهم شيء ماكو عنف بالشارع، الظاهر بطريقة سلمية وما اثر على اخوان اللبنانيين البقية، لان كلكم شعب واحد وفترة طويلة كان لكم نفوذ بالدولة. انتم غيركم الفرصة ان يقودون. ليش اللي الان من استلمت رئاسة ورئيس وزراء جديد ورئيس
جديد بديتوا تجون تحطون العصا في الدولاب حتى ما تدور العجلة في لبنان. اكو دعم دولي للبنان ويردون تنهض من جديد. هاي باريس العرب، هاي لبنان الجميلة. اخوان، عوفوا السلاح وعوفوا القتال، وكل ما تصير شغلة تنزلون وتعرضون السلم الأهلي في لبنان للخطر. عوفوا موضوع إيران موضوعها انتهى في الشرق أوسط، ترجع باك فاير على حدودها. هذا القادم. شكرا.